بكم حبيباتي أحبائي من كوزين سجود. عدنا مرة أخرى بوصفة أخرى عبارة عن مسكوتشو لقهوة العصر، حاجة اقتصادية وحاجة خفيفة وبنينة يجي كما تاع المحلات. قبل ما نبدا معكم من الوصفة بغيت نشارك معكم هاد الهدية الصغيرة اللي جاتني من اليوتيوب، اللي هي عبارة على علبة صغيرة بلوغو تاع يوتيوب في داخلها شوكولاتة لزمامس. كما راكم تلاحظوا كنت اخترت الهدية، جاني الميساج واخترت الهدايا اللي اليوتيوب اقترح عليا، وانا هنا شاركت في لزمامس يوتيوب، وكانت اني ربحتهم وبعتهم لي للدار، وهما نفس المذاق تاع لزمامس عادي ولكن فقط الشكل تاعهم مختلف. نرجعوا للوصفة تاعنا، هي عبارة عن مسكوتشو اقتصادي وسهل وخفيف وما يطلبش وقت بنين مع اسرار نجاحه. نحتاجو لهاد الوصفة ربع حبة تاع بيض بدرجة حرارة الغرفة، نأكد بدرجة حرارة الغرفة. حطيت له كاس زيت وكاس حليب وكاس سكر. الكاس اللي كيلت به الزيت هو نفسه اللي كيل به الحليب والسكر. طبعا حنحط هادو كل المكونات في الخلاط. نجيبو كاس تاع الخلاط ونحطو ونضيف لهم لافاني. اذا ما كانش عندك لافاني تاع الباطه الكبيره تقدري تعوضيه او لافاني ليكيد تقدري تعوضيه باللافاني اكياس، تحطيه من كيسين الى 3. هنايا جبت اضفت لها 100 غرام مارغرين دايبه وتكون بارده، يعني ذوبتها من قبل وحطيتها تبرد. وهنايا السر الاول تاع المسكوتشو اللي يديروه في المحلات هي عباره على خميره الخبز، كميه قليله. تاكدوا انه مش راح يجي المذاق فيها، راح يعطيني هشاشه للمسكوتشو تاعي. بقيت ندرب فيه حتى تحصلت على هذا القوام وهذا اللون، يعني امامطا يذوب لي السكر وامامطا يكون باللون هذا. طبعا فرغته في صحن وضفت له كيس تاع فرينه، كاس عفوا تاع فرينه تكون مغربله. هنايا ضفت الثاني. طبعا سعة الكاس تاع الفرينه هو 150 مليلتر. نبقى نخلط فيه حتى ندخل كامل هذاك المكونات جيدا مع بعضها. طبعا اذا عجبتكم الطريقه ما تنسوش ديروا لي لايك للفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء نتاعكم، واللي دخل اول مره شاف قناتي فضلا وليس امرا شارك معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. صدقوني هذا المسكوتشو حاجه بنينه وخفيفه، المكونات تاعو متوفره في جميع البيوت، يعني تقدروا ديروها باش تشربوا قهوه الصباح ولا العشيه اذا جاكم الضيوف على غفله، يعني حاجه تحمر الوجه ولا بغيتي انتي تمشي للدار توجديها وتديها معك. هنايا زدت ضفت كاس تاع مايزينا او نشا. بالنسبه للكاس تاع المايزينا سعته 100 مليلتر، يعني الكاس تاع الفرينه يكون اكبر من الكاس تاع المايزينا، يعني 3 كيسان فرينه وكاس مايزينا. هذا السر الثاني اللي يخلي المسكوتشو تاعي راح يكون هش. تاني حاجه اللي تخلي المسكوتشو تاعنا بنين وطري هي الزبده، يعني كي تخلطوا بين الزبده والزيت، يعني ما ديروش الزيت كامل، راح يجي يعطينو بنه وطراوه. طبعا نخلط هاد المكونات كامل مع بعض ونبقى نخلط ونخدم حتى كي نهز لافوي تاعي نشوفوا باللي الخليط تاعي هبط خط واحد، يعني ما يتقطعش. هنايا نعرف بلي انه الخليط تاعي جاهز ونروح نكملوا الوصفه تاعنا. بما انه الكيكه تاعنا رخاميه او مغبري بغيت طبعا حتكون فيها مذاق الكاكاو. انا بغيت لافاني والشوكولا، زدت 2 مغارف كبار كاكاو مر، واللي يحب اللون تاعها يكون فاتح على هكا ينقص كميه الكاكاو. حطيت له شويه حليب وذوبته. بما ان تعرفوا انه الكاكاو يشيح لاباط، انا بغيت نحافظ على القوام تاعها، جبت شويه حليب وذوبت هذاك الكاكاو قبل ما نضيف الخليط تاع العجينه. طبعا هنايا جاتني ثقيله راح نزيد نضيف لها الحليب. اذا ما كانش عندك الحليب تقدر تستعملي الماء، يعني تذوبي الكاكاو بالماء، يعني انا فقط حبيت الحليب باش يعطيني المذاق تاع الشوكولا ويجيني بنين.
ونبقى نخلط حتى نتاكد انه هذاك الكاكاو داب لي. دوك نروح نجيب العجينه تاعي ونبدا نحط القسم تاع عجين الاول. انا بغيت القسم تاع الشوكولا يكون اكبر من القسم تاع لافاني، بما انه ولادي يحبوا الشوكولا تعمدت انه يكون القسم تاع الشوكولا اكثر من لافاني. طبعا انتي واش حبيتي، تحبي تحطي نص بالنص، تحطي ربع، تحطي الكميه تاع الشوكولا كما درت انا اكثر من لافاني. هذه طبعا ترجع ليك انتي واش حابه وكيفاش تجي الكيكه تاعك، يعني اي مذاق يكون غالب، سواء شوكولا تكثري شوكولا، لافاني تكثري لافاني. ونبقى نخلطها فيها غير بالمعقل، غير بشويه، حتى يتجانس مليح المكونين مع بعضهم. وفي نفس الوقت ما نحركش بالقوه باش القوام تاع العجين تاعي ما يهبطش. هاوليكم كما راكم تلاحظوا دائما كي نهز لافوي تاعي هكا الخط تشوفوه راهو متكامل، يعني خط واحد ما يهبطش متقطع. من هنا نعرفوا بلي انه العجينه تاع الكيكه تاعي راهي ناجحه. طبعا هنايا نروح السر الرابع، احسبوا معايا، المهم السر الاخر باش العجينه تاعي تيجي هشيشه او هشه او خفيفه. واش نديرو؟ نروحو نغطيوها ونحطوها في الثلاجه مده 10 دقائق الى نص ساعه الى ساعه، كل ما خليتيها تريح كل ما كان افضل. انا هنايا غطيتها وحطيتها في الثلاجة طبعا لمدة ربع ساعة. من الوقت اللي جمعت الكوزينة تاعي ولميتها وشعلت الفرن تاعي انا هنايا، نبدا كي نغطيهم ونحطهم في الثلاجة نشعل الفرن تاعي يسخن على درجة 180 درجة من تحت ومن فوق. اذا كان الفرن كهربائي، اذا كان غاز يشعل غير من تحت، باش عليلو على من تحت وحطيها بلاطو كي يشغل من تحت ما كاش من فوق، وحطيه من بلاطو من الفوق يسخن باش هذيك الحراره تاع البلاطو هي اللي حتخلي المسكوتشو تاعك يطيب وما كاين حتى مشكل. هنايا جبت المول تاعي، درت شويه زبده وحطيته الفارينه طبعا، ونبدا نحط العجينه تاعي. طبعا كما قلت لكم راهي رخاميه، بالتالي حتكون طبقه فوق طبقه. نحط الطبقه الاولى فاني، اذا بغيتو تبداو بالشوكولا نتوما واش حبيتو، المهم تحطوا طبقه فوق طبقه. ونزيد عليها لافاني طبعا، عفوا الشوكولا، يعني درت الطبقه الاولى فاني والثانيه شوكولا، وهي حتيجي شويه ثقيله ماهيش ليكيد ولكن ما تخافوش منها. هذا هو القوام، اذا جاتكم هكا هذا هو القوام المناسب او الناجح للوصفه تاعنا. بالنسبه للمول تاعنا عاده كي ندهنوه بالزبده راح يلصق هذاك الفارينه او الفارينه تاعنا ندهنوه بالفارينه راح يلصق في المسكوتشو بما انه فيه الكاكاو. انا السر الثاني اللي او السر الاخر باش الفارينه تاعنا هذيك ما تبقاش في المسكوتشو، ندهن المول تاعي بالزبده ونحطه في المجمد. انا هنايا بعد ما كملت الطبقات جبت عود الشواء وبديت ندير في دي زيغزاغ هكا باش يعطيني هذوك لي موتيف، يعني نحاول ندخل ونعمل دي زيغزاغ هكا باش يعطيني لي موتيف للداخل. قلت لكم باش ما يجيش هذيك الطبقه تاع الفارينه في المسكوتشو تاعي، حطيت دهنت المول تاعي بالزبده وحطيته في المجمد يجمد. كي تجمد لي هذيك الزبده نجبد المول تاعي نرشو بالفارينه ونغطيه مليح حتى نتاكد انه المول تاعي تغطى، ونعاود نفرغ هذيك الفارينه الزايده ونستعملو. انا هنايا حطيت المسكوتشي تاعي بعد ما طاب خرجته وخليته برد، وهنايا في ديموليتو شتو كما قلت لكم ما تبقاش فيه هذيك اثار الفارينه كيما نلقاو عاده كي ندهنوه بالزيت لا تدهنوا المول بالزبده تكون في المجمد، تعاودوا ترشوه بعد ما تجمد هذيك الزبده تعاودوا ترشوه بالفارينه هكا كي ديموليو المسكوتشو تاعكم ما يلصقش وما ما ديرش هذيك الطبقات تاع الفارينه من الفوق. انا هنايا فقديت فقط شويه تاع النوتيلا المرجان طبعا، ودرت خطوط وجبت شويه كاوكاو مرحي كنت حمصته ورحيته. بالنسبه للتزيين نتوما واش حبيتو واش متوفر في في البيت، تحبوا ديروا غير السكر غلاس تخليوها كيما راهو
ديروا الشوكولا كامل نتوما واش حبيتو واش متوفر عندكم. طبعا انا ضفت لهم هاد البتي شوكولا اللي بعثتها لي اليوتيوب. كما قلت لكم حاجه خفيفه وبنينه، نتمنى تكون عجبتكم الطريقه، واذا عجبتكم الطريقه ما تنسوش ديروا لي لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الاصدقاء، واللي يدخل اول مره يشوف قناتي فضلا وليس امرا يشارك معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. ودوكا نروحو نشوفو بعد ما كملت التزيين تاعها، كانت حاجه بسيطه. دوكا نروحو خليتها بردت تماما، ودوكا نروحو نقطعوها ونشوفوها كيفاش جات من الداخل. صدقوني صراحه جات حاجه خفيفه وبنينه، نتمنى يا رب تجربوها، واكيد متاكده اذا جربتوها حتعجبكم وحتعودوا مدمنين عليها. يعني حاجه مليحه للقهوه الصباح ولا العشيه، اذا جاوكم الضياف ولا اذا انتي حبيتي تمشي ضيفه توجديها وتديها في يدك. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. نقولكم بقاو على خير في وصفه اخرى ان شاء الله.